11 صدفة غريبة كل واحدة فيهم عاودت روحها مع تاريخ 2010. اقعدوا معايا لاخر الفيديو خاطر اخر صدفة باش تخليك تقول شنو معقول هكا. الصدفة الأولى إسبانيا ربحت اليورو 2008، بعد عامين ربحت المونديال 2010. توا نفس الترتيب بالضبط، يورو 2024 مونديال 2026. الصدفة الثانية فريق 2010 فيه 8 لاعبين سكواد الماتادور الإسباني البرشلونيين، برشا نفس العدد 8 لاعبين. الصدفة الثالثة وهذه مش تضايق أنصار الملك ريال مدريد، نفس الموسم اللي فاز فيه الصف الثاني برشلونة كان هذا موسم صفري الملكي وتكرر في 2026. الصدفة الرابعة أتلتيكو مدريد خسر نهائي كوبا ديل ري في 2010، ونفس الحكاية صارت مع أتلتيكو في العام هذا. في الصدفة الخامسة مجموعة إسبانيا في 2010 كانت المجموعة نفس المجموعة اللي لعبت فيها النسخة هذه. الصدفة السادسة سبيشال وان جوزي مورينيو تولى وتعين مدربا لريال مدريد، وهذه حاجة كانت صعيبة تعاود روحها في الوقت ذاك. الصدفة السابعة برشلونة ربح الدوري والسوبر الإسباني في نفس الموقف في نفس الموسم، ونفس الشيء صار الموسم هذا مع هانزي فليك ورفاقه. ننتقل للصدفة اللي بعدها، لعبوا في دور المجموعات قدام بيلسا مدرب تشيلي في وقتها وتوا مدرب الأوروغواي، نفس الراجل اللي لقيهم مرة أخرى. نرجو للصدفة قبل الأخيرة، حفل افتتاح قدمته شاكيرا. في الفترة هذه تعرفت على أولادها بيكي، وشاكيرا تغني مرة أخرى في افتتاح 2026. واخر صدفة افتتاح مونديال 2010 كان بين المكسيك وجنوب افريقيا، وتشابالالا سجل جول تاريخي بفرحة محفورة في الذاكرة ومش تتمحى من الاذهان. نفس الافتتاح تعود 2026 ونفس الاحتفالية لكن من لاعبي المكسيك. 11 صدفة كل واحدة ممكن تقول عليها صارت بالحظ، اما الكل مع بعضهم هذا اللي يخلي حتى من الأرجنتين في ملعب ميت لايف صعيب انها باش تتفوق على الماتادور الاسباني. وباش نعرفوا اذا التاريخ زعما يعاود روحه فعلا ولا كان كل شيء بالحظ. وانتوما شنو رايكم؟ تؤمنوا بالصدف ولا كل هذا كان محض الصدفة؟ قولوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا باللايك والاشتراك.